في لاعب في الشرطه مدافع اسمه محمد عبد الرازق، وشهرته بازوكا، عنده 22 سنه، مساك مدافع، وخلاص يعني بيقرب كتير من نادي الزمالك، هيوقع او مسؤولين نادي الزمالك خدوا توقيع بازوكا اللي هو محمد عبد الرازق مدافع الشرقيه في نادي الزمالك، خدوا توقيعه المسؤولين في نادي الزمالك، وبيلعب في مركز المساك، وده المركز اللي الزمالك محتاجه برضه في الفتره القادمه، وبيلعب مع الكابتن حسام البدري. كابتن حسام البدري مختاره في المنتخب الاولمبي، بيقولوا لعيب كويس جدا، انا ما اتفرجتش عليه بصراحه، وبيقولوا ان هو خلاص هينضم لنادي الزمالك. هو معايا على التليفون محمد عبد الرازق بازوكا مدافع نادي الشرقيه. ازيك يا محمد؟ ازيك يا استاذ كريم؟ اخبارك ايه يا نجم؟ كويس؟ كله تمام الحمد لله. كله تمام؟ تمام الحمد لله. خلصت في الزمالك خلاص ولا ايه؟ لا والله لسه مفيش حاجه، يعني كل الكلام مع كابتن محمد شيحه وكده وكيدي. امال بيقولوا انت وقعت. ما هو ازاي اوقع؟ لان انا مرتبط بعقد مع الشرقيه، مش ينفع. ما هو الشرقيه في شرط جزائي. الى حد ما. لا ما فيش حاجه اسمها لحد ما، في شرط جزائي، فالعقد الزمالك يدفعه، هتمشي هتروح الزمالك. ان شاء الله باذن الله كل الامور هتبقى واضحه الايام اللي جايه، وكابتن شيحه هو اللي يعرف وكيلك بشان الموضوع ده. انت الشرط الجزائي في عقدك كام يا محمد؟ وقصه الشرط الجزائي هو العقد اصلا العقد مش متوثق لحد دلوقتي. ايه؟ هو انا عامل شرط جزائي، بس الشرط الجزائي هم تقريبا هيوصلوا لقيمه ماليه مع الشرقيه. مع الشرقيه. والعقد مش متوثق في اتحاد الكوره؟ العقد تقريبا متوثق. ما والله حته العقد دي ما اعرفش يعني. انت ما عندكش معلومات يعني؟ اللي انا اعرفه ان هم هيوصلوا لاتفاق مع نادي الشرقيه. انت قلقان ليه طيب؟ لا ولا حاجه. طيب انت يعني سمعت اكتر من مره، انت انضميت لاكتر من منتخب ايام الكابتن ربيع ياسين في منتخب الشباب، وموجود دلوقتي مع الكابتن حسام البدري في المنتخب الاولمبي. تمام. يعني موجود في اخر معسكر كنت موجود مع المنتخب الاولمبي؟ كنت موجود اخر معسكر. يعني انت اساسا مساك او مدافع، بتلعب في قلب الدفاع ولا بتلعب في اكتر من حته؟ انا بلعب في مركزي الاصلي مساك، بس لعبت في اماكن كتيره، لعبت في نص الملعب. هاف ديفندر. تمام. وبتلعب باك رايت ولا لا؟ لا حته الباك رايت دي ما جربتهاش قبل كده، بس مساك وديفندر. مساك وجربت ديفندر. بالتوفيق ان شاء الله يا محمد، بشكرك شكرا جزيلا.